وتعالوا بقى هنعمل حاجة من الحاجات الجميلة اللي هي العادات والتقاليد بتاعتنا في العيد. العادات والتقاليد بتاعتنا لازم نعمل ترمس. هو فعلا في حد ما بيعرفش يعمل ترمس؟ انا سمعت ان في ناس ما بتعرفش تعمل ترمس. الترمس سهل جدا. فعشان كده يعني ايه بسأل، يعني في حد فعلا ما بيعرفش يعمله وفي ايه كذا طريقة ليه؟ عشان كل واحد ليه طريقة. تعالوا شوفوا طريقتي بقى. انا بنقعه مثلا من بالليل للصبح، او لو ما فيش وقت هنقعه مثلا يعني اقصى حاجة 6 ساعات. بعد ما نقعه 6 ساعات انا نقعت غسلته كويس، ونقعت الترمس لوحده، ونقعت الايه الحمص لوحده. نقعت كل واحد لوحده ايه لمدة 6 ساعات. بعد كده ايه شغلت عليهم النار. قعدوا كل واحد فيهم، كل واحدة في حلة لوحدها، علشان ايه كل واحدة لها سوا لوحدها. فحطيت ايه الحمص لوحده والترمس لوحده ايه يتسلقوا على النار. خدوا حوالي ساعة كده على النار، عشان انا قعدتهم فترة طويلة طبعا. بعد بقى ما خدوا ساعة على النار غسلتهم تحت الحنفية بالمية الساقعة كويس وصفيتهم. وبعد كده جبت بقى علبة وحطيت فيها ايه مية وملح بس، ما حطيتش اي اضافات تاني. مية وملح بس، وحطيت فيها بقى ايه الترمس والحمص بتوعي. وبعد كده اغرف طبق اللي انا عايزاه على قد ما هاكل، واحط عليه بقى ايه كمون وليمون وشطة. انا بحط كمون وليمون وشطة. مش عارفة بقى في ناس بتضيف حاجة تانية ولا لأ. بس كده في العلبة ما يكونش فيها غير ملح بس، عشان ما يتغيرش الطعم بتاعه.